أحمد بانو في اللقطة الماضية ولمس الكرة باليد بعد الانطلاقة الرائعة جدا والسريعة من قبل مختار أسامة بتقنياته ومهاراته. توغل داخل منطقة الجزاء وتحصل على ركلة جزاء بعد لمس المدافع أحمد بانو للكرة باليد فعلا. وحكم المباراة أعلن مباشرة عن ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري في السيناريو الذي قد يكون الأول خلال هذا اللقاء وخلال هذه المباراة الحبية الجميلة بين المنتخبين في شوط ثاني كان أفضل من الشوط الأول من حيث الانطلاقات السريعة جدا من كلا الجانبين. واحدة من الانطلاقات أثمرت ركلة جزاء لفائدة المنتخب الوطني الجزائري تفاعلت معها الجماهير مثل ما ستتفاعل إذا سجل الهدف، مثل ما ستتفاعل إذا أنقذها حارس منتخب الصحراء الغربية، مثل ما ستتفاعل إذا سجل منتخب الصحراء الغربية. هذه المباراة بين منتخبين والشعبين يحبان بعضهما من دون شك حبا كبيرا بعلاقة وطيدة تربطهما معا. من في التنفيذ؟ برقي. جول 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 جول. يسجل برقيكا هدفا رائعا يلغيه حكم المباراة لينفذ من جديد ركلة الجزاء. اللاعب برقيكا طبعا حميد بذكريات الزعيم شبيبة القبائل، بالراس يسجل وبالقدم يسجل. برقي جول ضيعها هذه المرة برقيكا واصطدمت بالقائم الايسر لحارس المرمى في نهاية المطاف. برقيكا سجلها في الأول وضيعها في المرة الثانية، بل القائم الأيمن من أنقذ منتخب الصحراء الغربية.